في مباراة معادة لنهائي قارة أفريقيا تحت 17 سنة بين المغرب ومالي. المغرب تكرر فوزها على مالي وتنتصر مرة أخرى على مالي بعد ما فعلته في نهائي أفريقيا، وتتأهل ربع نهائي كأس العالم للناشئين. المباراة كانت صعبة، منتخب مالي كان قوي، كان أخذ الثالث في البطولة الماضية 2023 كأس العالم. الآن المغرب تتأهل دور ربع النهائي بعد أداء سيء في أول مباراتين في المجموعات، لكن المباراة الثالثة الدور 16 والدور ربع النهائي الدور 32 والدور الثمن النهائي كان أداء خارق من المغرب. والآن في ربع النهائي وراح تلعب مع البرازيل. المنتخب البرازيلي منتخب قوي، فما شاء الله الكرة المغربية في تطور الآن. هو الممثل العربي الوحيد بيكون موجود. وفي بقية المباريات هنا بوركينا فاسو مفاجأة الصراحة، راح تلعب مع إيطاليا في دور ربع النهائي. اليابان مباراة كوريا الشمالية كانت جميلة جدا، وكوريا الشمالية كانت قريبة أنها تتأهل لكن هزمت في البلنتيات، وراح تلعب مع النمسا اللي هي برضو مفاجأة البطولة، انتصرت على إنجلترا برباعية كبيرة، والبرتغال وسويسرا. فموعودين بربع النهائي حلو وجميل. صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي كتير جدا جدا زي ما تعودنا. احنا في نهاية المباراة المنتخب المغربي متفوق على مالي 3-1 حتى الآن. رجالة رجالة، دول مش أشبال، دول رجال، دول أسود، دول أبطال، يعني لا يعرفون المستحيل بفضل الله سبحانه وتعالى. ألف ألف مبروك. وبعدين هنتكلم في التفاصيل بعدين، ربنا يعدي على خير، دقايق بسيطة جدا ويخلص المباراة. وألف مبروك للكرة المغربية وكل الشعب المغربي وكل الوطن العربي والإسلامي. ألف مبروك، أداء ورجولة وجئنا من بعيد. السلام عليكم. مزيان واعر، انت فنان. رسميا منتخب المغرب بيوصل لربع نهائي كاس العالم للناشئين، يعني من ضمن افضل 8 في العالم كله بعد ما كسبوا مالي. طب مالي وانا مالي بالاحزان، انا مالي 3-2. ايه ده؟ اولوا عباد الله، ما شاء الله اللهم بارك. وعلى رأي المثل المغربي، غير كلي شنو ذنبي حطيتك في جنبي، هنا كده جنب القولون يا ساكن قلبي، ومخلي حالتي حاله لدراري ما حدش قادر لهم، ما شاء الله كلهم قبل حد زيو هم دولت مش كانوا طلعوا من البطوله لا مؤاخذه. اليوم مبروك للمغرب. كمان الجماهير المغربيه كانت حاجه حلوه قوي، كانوا مالين الملعب ما شاء الله اللهم بارك، كانوا ناقصين ينزلوا يلعبوا مكان لدراري. حاجه في منتهى الجمال ما شاء الله. مزيان كلك حنان، ديما مغرب. وقلت ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على النبي، يعني مش ناقص غير احط شويه ملح في عيني. سلام يا عم. سلام. سجلوا الهدف الثالث. الله، اقول ايه يا مغاربه؟ اتكلم واقول ايه يا مغاربه؟ قلت كل حاجه. المغرب يسجل الهدف الثالث بقذيفه، بقنبله، هدف صاروخي، هدف لا يصد ولا يرد، هدف عالمي. الله 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 الله. اتفرج وشوف، معلش افرحوا يا مغاربه، افرحوا يا لاعبين المغرب. شوف معايا، ادي الباصه، راح مررها، شاطها، رجعت صدها، استلم الكوره. شوف اتفرجوا، هوبا، والهدف قنبله. يا سلام يا ابني، يا سلام يا ابني. اتفرج معايا، رايح على طول، مفيش كلام، مفيش تثبيت، مفيش اصبر شويه، لا على طول. العلم المغربي بيرتفع. ارفع العلم المغربي، ارفع العلم المغربي في سماء قطر. معلش يا بتوع مالي، معلش يا بتوع مالي. الله عليك يا ابني، اضحك حبيب قلبي، قسما بالله حبيب قلبي. الهدف الثالث. اذا خلصت، اذا انتهت، اذا خلاص هنواجه البرازيل. جاي لكم يا برازيل، جايين لكم يا برازيل. البرازيل دلوقتي بتقول ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيجرى ده؟ نهارنا اسوح. والله بيقولوا كده دلوقتي. 2-3، مش 2 يا عم امير، 3-1، 3-1، 3-1 والرابع جاي ان شاء الله. شوف يا جماعه، شوفوا الضغط وشوفوا اللعب وشوفوا الاداء وشوفوا الشخصيه، شوف اللاعب بيروح ازاي، شوف الكعب العالمي هناك. يلا يا راجل هناك، يا راجل سجل الرابع وريحنا بقى. الجماهير المغربيه ماليه الاستاد. الله على الكعب، الله يا راجل. باصي، دي عايزه باصه، دي عايزه باصه، مش عايزه شوطه. لكن احنا الاروع واحنا الامتع واحنا الافضل واحنا اللي مسيطرين واحنا اللي بنعمل كل حاجه في الكوره. يا برازيليين،
جايين لكم مش تقلقوا، جايين لكم مش تقلقوا، اهدوا على نفسكم شويه، جايين لكم عشان ننتصر عليكم، عشان ناخد حقنا وطارنا مره اخرى. مش احنا فزنا عليكم تحت ال20 عام وخدنا حقنا منكم بعد اللي عملتوه والمؤامره المعروفه ضد المنتخب المغربي في مونديال 98؟ النهارده المغرب فاز وانتصر على مالي، وجاي علشان يفوز وينتصر ويخرجك، وزي ما خرجك من بطوله كاس العالم تحت ال20 عام هيخرجك من بطوله كاس العالم تحت ال17 عام. الله عليك يا بالعروش، الله عليك يا اسد، اسد من اسود الاطلس، اسد. هذا الجمهور المغربي، وهذا الحارس المغربي، وهذا الحكم الظالم، وهذا الاداء الرائع، وهذا الاداء الجميل. مليار مبروك على الاداء، وان شاء الله بعون الله تكمل على. وكانوا هادو هما ردود افعال ديال الجماهير. حتى نتوما خليو لنا الاراء ديالكم في التعليق. تحت عنوان لا يوجد أخطر من منتخب عاد من الموت. المنتخب المغربي بعد ما في المجموعة بتاعته خسر ماتشين ورا بعض تقريبا، كان اليابان وخسر من البرتغال 6، وكسب آخر ماتش في مجموعته 16-0، ودي كانت النتيجة اللي ضمنت له اللي هو يتأهل كأحسن توالد. وبالفعل بتأهل المنتخب المغربي كأحسن توالد، بس مشواره ما بيخلصش لحد هنا. بيكسب أمريكا بضربات الجزاء بعد ما بيسجل هدف التعادل القاتل في البلاس 90، وبعد كده النهارده امام مالي في دور ال16 بيكسب مالي 3-2. شابوه للمنتخب، شابوه من كل قلبي. بسم الله ما شاء الله. المنتخب المغربي الكرة في المغرب بقى عندهم احتياطي لسنين جايه، فائض احتياطي لسنين جايه، يعني منتخب كبير الله اكبر بسم الله ما شاء الله. منتخب شباب 20 سنه الله اكبر عليهم بسم الله ما شاء الله، والاشبال 17 سنه الله اكبر وبسم الله ما شاء الله عليهم، وربنا يحميهم. الماتش الجاي هيكون مع البرازيل اللي اقصت منتخب فرنسا النهارده. اتمنى كل التوفيق من قلب المنتخب المغربي ان شاء الله في مشواره القادم. بس هنا مش منتخب المغرب الافريقي الوحيد اللي مكمل في البطوله، عندنا برضو منتخب بوركينا فاسو بيقدر ان هو برضه يتأهل لدور الثمانية، او كما نقول دور ربع النهائي. فاتمنى التوفيق لمنتخب المغرب والمنتخب بوركينا فاسو، بما ان هما الاثنين الممثلين الافارقه الوحيد. بس بشكل خاص اتمنى لمنتخب المغرب المنتخب العربي والافريقي في دور ربع النهائي كل التوفيق على منتخب البرازيل. ان شاء الله المغرب يقدر يكسب ان شاء الله باذن الله، ويقدر يوصل للنهائي كمان. وافتكروا كلامي وقولوا ريهام قال.